الداخلية. برحب بحضرتك سيادة الوزير في مصر الآن. مساء الخير يا فندم. اهلا بيكي، مساء النور. اهلا بحضرتك. عايز اعرف تفاصيل الخبر اللي احنا قلناه، الطرح هيتم عن طريق ايه تحديدا؟ اعرف بعض التفاصيل من حضرتك يا فندم، اتفضل. ما عادش الخبر اللي حضرتك قلتيه، بس يعني لو حضرتك زي ما انا فاهم بتتكلمي عن رمضان وعن الاسعار. مظبوط كده، استعدادات حضراتكم لحلول شهر رمضان الكريم باذن الله. الحقيقه احنا يعني عملنا مجموعه من التعاقدات لكميات من السلع الاساسيه هتضخ في المجمعات الاستهلاكيه كلها باسعار. احنا كنا عملنا مرحله وخفضنا الاسعار، في مرحله ثانيه ان شاء الله هتبدا ايضا هيكون فيها السلع الاساسيه، سواء كانت اللحوم او الدواجن او المجمدات او السلع الاستراتيجيه زي الرز والسكر والزيت او حتى البقول والبقاله، كلها هتنزل باسعار مخفضه. بالاضافه لكده ان احنا كمان على بقاله التموين اللي هم 25,000 منفذ هنعمل. أنا بس هطلب من حضرتك طلب سيادة الوزير، يعني هو بس في مشكلة في الصوت شوية، لو حضرتك ممكن تكون في مكان، يعني واضح إن المكان اللي حضرتك فيه مفتوح لأن فيه هواء، فالصوت بس عندنا مشكلة في سماعه، بنتمنى إن المشاهدين يبقوا قادرين يسمعوا حضرتك بشكل كويس. اتفضل. أنا في جولة فمش قادر والله يعني. طبعا إحنا شاكرين إن حضرتك في الجولة ودخلت معانا، يعني أنا بتمنى بس قدر الإمكان. طب يا ريت بس تعالي صوتك وحضرتك بتكلمنا. اتفضل يا فندم. الحقيقه زي ما بقول لحضرتك ان احنا كمان بآلة التموين هنغير شكل التموين، وهيبقى بآلة التموين يمكن ابتداء من الشهر الجاي او اللي بعده على الاكثر هيبقى عنده كل هذه السلع باسعار مخفضه. ده هيضمن لنا ان حتى اللحوم هتبدا يبقى في لحوم طازجه هتنزل في المجمعات مصدرها السودان، لكنها لحوم فريش طازجه هتبقى ب 39 جنيه و90 قرش، وده رقم جديد جدا وغير مسبوق في المنتج ده، وده هيسهل على الناس كتير. هيبقى في دواجن باسعار رخيصه جدا، هيبقى في منتجات كتيره جدا من اللي الاسره بتستهلكها، وده كله كمان هيبقى ممتد في المنافذ الخاصه ب بقالين التموين ايضا. عذرا في معرض عاملينه يوم 18 كمان لمده 10 ايام، هيبدا يوم الاربعاء القادم، هيكون في عرض المعارض، هيكون ايضا في عرض لهذه السلع باسعار مخفضه للجمهور بصفه عامه. تمام، يبقى المعرض اللي حضرتك بتتكلم عنه هيتيح يعني هذه السلع. واعذرني الجمله الاخيره اللي حضرتك قلتها قبل ما تتحدث عن المعرض انا ما سمعتهاش. هتتم اتاحه هذه المنتجات كلها حضرتك قلت من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكيه وبآلة التموين وبآلة التموين ايضا، فهيبقى في 30,000 منفذ موجودين. نعم، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على التفاصيل، وكل سنة وحضرتك طيب سيادة الوزير وكل الأمة العربية والإسلامية بخير. الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، شكرا جزيلا يا فندم. التقى وزير